انسوا المكسرات والسوداني، الحلواني ضحك علينا وده طلع هو السر الحقيقي. شايفين الجلاش؟ جلاش طبعا، نعمل جلاش النهارده معاكم جلاش محشي. المكونات معانا معلقة سكر بودرة ومعلقة كاكاو وجوز هند وزبيب وسوداني مكسر، وعندنا السميد بتاعنا اهو. السميد عادي من عند عطار، هو سميد البسبوسة. ننزل بالسميد البسبوسة بتاعنا ونقلب السميد معانا اهو، سميد مع المكسرات مع جوز الهند. ننزل بالسميد زي ما انتم شايفين كده. طبعا هقول لكم على تكاية جميلة النهاردة وان شاء الله تعجبكم. ننزل بالمكونات كلها معانا على بعض اهي. الزبيب والسوداني، طبعا سوداني محمص مجروش، ولازم يبقى محمص مجروش عشان يقرمش معانا ويبقى طعمه جميل. وجوز الهند بتاعتنا خشنة اهي، مش ناعمة. ودي معلقة كاكاو ومعلقة سكر بودرة. ممكن تضيف قرفة برضو حسب الرغبة، دي هيدوك لها طبعا حسب الرغبة زي ما تعرفين. ونقلب المكونات دي كلها معانا زي ما حضراتكم شايفين كده. نقلب نمزجهم كويس جدا مع السكر بودرة طبعا معاه، عشان يخلي الخلطة بتاعتنا تبقى ماسكة نفسها وشادة نفسها وجميلة بالشكل ده. نقلب كل المكونات دي مع بعضها، ننزل عليها بقى معلقة الشربات بتاعتنا، اللي هو الشربات اللي هنسقي بيه المكسرات، هنسقي بيه الجلاش. ونقلب معانا كله على الخلطة بالشكل ده كده. نقلب السميد على المكسرات، نقلب المكونات كلها مع بعضها تقلبها كويس بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده، لحد ما المكونات كلها تتمازج مع بعضها كويس جدا بالشكل ده كده. وطبعا الجلاش بتاعنا نجهزه اهو، نقلب كويس لحد ما المكونات كلها تتمزج على بعضها زي ما حضراتكم شايفين بالشكل الجميل ده كده. طبعا المكونات كلها اتقلبت مع بعضها واتمزجت كويس. نقلبها على كله يخش في بعض بحيث السميد يشرب من العسل. طبعا العسل بتاعنا نسيح السمنه بتاعتنا، السمنه المتاحه بحط معاها بقى، افضل احط معاها معلقه سمنه بلدي، ولو متاح سمنه بلدي لوحدها تمام. نسيح معلقه السمنه البلدي مع التست بتاع بتودي التست طبعا في حته تانية خالص. نجيب الصينيه بتاعتنا بقى اللي هنشتغل فيها، نفردها بقى هنا بالسمنه بتاعت كده، ونبدا بقى نلف الجلاش. نتني اللفه كده تانيتين، ايوه تانية كده زي ما حضراتكم شايفين كده. ونحط الحشو بتاعنا في النص كده اهو، ونحشي كويس بالشكل اللي انتوا شايفينه اهو. شايفين التانيين واحدة الورقة نصين، مش نصين، نصين وحتة تانية برضه، بحيث اللفة تطلع مظبوطة معانا كده. وطبعا الحشو ده بيختلف من كل واحد حسب الرغبة. يعني في ناس مثلا بتحشيها كنافة برضه شغال، كنافة بتحمرها مع السمنة مع الزبيب مع المكسرات ده كله وتحشي بيها. في ناس بتحشي كريمة. في الحشو طبعا بيختلف زي ما حضرتك عارف، زي ما حضرتك تحب. ونبدأ نلف معانا بالشكل الجميل ده، ونبدأ نرص في الصينية. طبعا معلقة السمنة البلدي مع السمنة التانية بتاعتنا دي بتودي الطعم في حتة تانية. نبدأ نلف معانا كده واحدة واحدة اهو، ونرص معانا في الصينية لحد ما نكمل الصينية كلها بالشكل الجميل اللي شايفينه ده. يا ريت كده وانتوا بتتفرجوا كده صلوا على النبي كده في الكومنتات، وانتوا بتقولوا لنا بتشاهدونا من انهي بلد. ويا سلام بقى لو عجبكم الفيديو اللايكات الجميلة بتاعتكم، ويا سلام لو كومنت جميل شبهكم كده. ونبدأ نرص زي ما حضراتكم شايفين كده اهو، واحدة واحدة كده اهو، نلف الرص حسب الكمية بتاعتنا. وطبعا الصواني حسب، في صواني مدورة مربعة زي ما الصواني المتاحة عندك. طبعا الصينية دي انا جبتها لسه جايبها النهاردة عشان اعمل فيها اللفة دي الجلاش. طبعا دول لفتين جلاش اهو، جابوا معانا الكمية اللي انتوا شايفينها دي، كمية بسم الله ما شاء الله. طبعا ورقة الجلاش بتبقى رقين، مش ورقة واحدة فردين، لا ورقتين مع بعض بنقلبهم وبنحشيهم بحيث يبقى ايه، تحس تبقى الطبقة بتاعتنا متماسكة. بعد ما نرصها كده بقى نكون سيحنا السمنة بتاعتنا، ننزل عليها بالسمنة حسب الرغبة. ولو مثلا لو اديتها سمنه زياده وفي بعد ما طلعتها من الفرن لقيت سمنه زياده، تصفي السمنه منها عادي مفيش مشكله خالص. طبعا بعملها بالشكل ده وندخلها الفرن. لما تطلع بقى الفرن يكون جاهز العسل بتاعنا نجهزه قبلها. كيلو سكر وكيلو كيلو سكر وكيلو ميه وكيلو عسل كلوكوز. كيلو سكر وكيلو ميه وعسل كيلو عسل كلوكوز. طبعا برتقانه دي اختياري، عود قرفه برضو خياري، لا وممكن عودين قرنفل برضو اختيار حسب الرغبه. ونسيب الخليط عند ما يستوي. طبعا بعد ما طلع من الفرن معانا بالشكل الجميل ده اهو، نبدا بقى ايه، نزيد الشربات. بعد ما سقينا الشربات بيطلع معانا بالشكل ده. يكون الشربات بارد ونضيف عليه يكون سخن جدا لسه طالع من الفرن. وزي ما حضراتكم شايفين كده شايفين. وبألف هنا وشفا يا جماعه. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوناش باللايك والكومنت الجميل، قولوا لنا بقى تحبوا نعمل ايه المره الجايه. وبألف هنا وشفا.